السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ كده في سلسلة الفيديوهات اللي أنا قلت عليها اللي ليها علاقة بإن أنت بتأسس براند خاص بيك، بتأسس بزنس وبتأسس براند خاص بيك. وهنا أنا بتكلم على لو أنت ناوي أو أنت ناوية تأسسي براند خاص بيك، يعني تأسسي بزنس خاص بيك، مش قصة إن أنت بتسوقي فقط. فالموضوع يعني مش حالك، لا أنت بتأسس هيكل وبتأسس بزنس خاص بيك، بتبدأه من الصفر. واللي انا بقوله هو مش يحتاج منك راس مال، انت ممكن تبدا الكلام ده، وانت ممكن تبداي الكلام ده من اول 10,000 او 5,000 جنيه. بس نركز في كل تفصيله مهمه جدا جدا. المرحله الاولى هي مرحله ان انت بتحط الافكار. كل مرحله من المراحل اللي انا هتكلم عليها في سلسله الفيديوهات دي اللي هتنزل على مدار اسبوع او 5 ايام هي محتاجه وقت. ادي نفسك وقت. المرحله الاولى اللي هي مرحله الافكار، ان انت بتفكر في الاستراتيجي الكامله الخاصه بالبراند او الحاجه اللي انت عايز تعملها. تمام. السؤال الاول اللي انت لازم تساله لنفسك هو سؤال: ايه المنتج اللي انا هشتغل عليه؟ هل انا هشتغل على منتج حريمي ولا رجالي؟ ولو احنا بنتكلم على بيزنس انت بتاسسه من الصفر، فلازم تتخصص. لازم تتخصص. مش هتتميز الا لو انت متخصص في حاجه معينه. النقطه دي مهمه جدا وبتعدي على ناس كتيره جدا. لو انت عايز تاسس براند او انت تاسسي براند او بيزنس خاص بيكي في مجال معين، عشان تتميز لازم تتخصص. لو انت بتسوق لمنتجات كتيره جدا هيبقى صعب عليك ان انت تتميز. لما بتمسك منتج بعينه بتقدر تطور الاستراتيجي بتاعته وتقدر تحط افكار وتبتكر افكار خاصه بيك. فالنقطه الاولى، السؤال الاول: ايه المنتج اللي انت هتشتغل عليه؟ هل هو انا هشتغل حريمي ولا رجالي؟ طب انا هشتغل حريمي. طيب هتشتغل حريمي كاجوال ولا حياه تاني؟ طب انا هشتغل حريمي كاجوال. كل ما ضيقت الدايره كل ما قدرت تتميز اكتر. كل ما تخصصت كل ما كان افضل. يعني مثلا انا هشتغل في الحريمي الكاجوال مثلا وهتميز في حته معينه، مثلا السوت او السويت شيرت. لا انا هشتغل والله في الحريمي الكاجوال الخروج كله بشكل عام.